والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم متابعينا الأعزاء مع انبوكسنج جديد، وهالمرة لجوال أول مرة نفتحه، وهالجوال حيكون آيفون 13. الفيديو اللي فات كان انبوكسنج الآيباد ميني، وحطينا رأينا وتجربتنا على الجوال، وراح تشوفون رابط المقطع تحت في الوصف. والحين يلا نبدأ المقطع. وطلبنا الجهاز من موقع أمازون السعودية ب 3200 ريال سعودي. طبعا أرخص من جرير وإكسترا ممكن ب 200 و 300 ريال. هذا هو كان أرخص آيفون 13 حصلته بالسوق بعد بحث يعني بسيط. المنتج وصلنا خلال يوم واحد، مدة شحن جدا سريع، وما تعبنا معاهم في خلال الطلب. صراحة كتجربة أولية من موقع أمازون، أول مرة أطلب منه خصوصا آيفون، التجربة رائعة جدا وأنصح فيها. وبإذن الله راح أحط الرابط المنتج بالوصف تقدروا تطلبونه منه. مواصفات الجهاز: المعالج ابل A15 بايونيك، مساحة الجهاز 128 جيجا، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 12/12 ميجا بكسل، والخلفية 12 ميجا بكسل برضو. دقة تصوير الفيديو يوصل على 4K حتى 60 فريم. يدعم شريحتين اتصال النانو و eSIM. نوع الشاشة XDR سوبر ريتينا. مقاس الشاشة 6.1 بوصة. شبكة الاتصال 5G، وأيضا مقاوم للماء والغبار ورذاذ الماء. منفذ الصوت لايتنينج، ومنفذ الشحن برضو لايتنينج. ونظام التشغيل iOS 15، ويدعم تقنية 5G. وبسم الله نفتح الجهاز. تشيل الملصق اللي هنا يا عيني، فك بسهولة. حلوين. يا سلام يا سلام اللون، يا سلام. عذاب اللون يا جماعة الخير، عذاب. لا 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 شيء كذا كثير. أفضل لون جوال ممكن شفته في حياتي. بسم الله. اللحظات الجميلة بفتح أي جوال. يا سلام. صراحة استمتعت في ايباد ميني في فتح الاستيكرات أشكل من هالجوال. طبعا انتم عارفين سياسة التوفير عند أبل. الملحقات: سلك شاحن، اللايتنينج طبعا شحن سريع، وقريبا هالمنفذ ما راح نشوفه زي ما قلت لكم في ايباد ميني، المنفذ ما راح نشوفه. منفذ شحن بدون راس شحن، والاستيكرات المعتادة. صراحة يعني وزن الجهاز جدا خفيف. اللون طبعا بالكاميرا ما ادري اذا واضح، اللون ممكن عندكم اسود، لكن هو اللون كحلي تقريبا، او يعني لون ازرق فيه سواد. اللون جدا فظيع. متحمس صراحة جدا افتحه، جدا متحمس. وزن الجهاز صراحة يعني ما تحس فيه، مريح جدا، وزنه جدا خفيف. الشاشة زي ما انتم شايفين حجمها يعني مش مرة كبير، لكن صراحة يعني خففوا الحواف اللي من فوق، فصارت أبعاد الشاشة أكبر. طبعا حجم الشاشة 6.1 بوصة، ونفس حجم الشاشة بالضبط نفس حجم شاشة ايفون XR، نفس الحجم تقريبا، نفسه 6 انش 6 بوصة، وهذا 6.1. وبسم الله نبدأ فتح الجهاز ونوريكم خطوات التشغيل الآن. زي ما انتم شايفين اختار اللغة. شحنه جدا قليل. اللغة العربية المملكة العربية السعودية. زي ما انتم شايفين الحواف جدا صغيرة عكس الموديلات السابقة 12 و 11. تمام. اعداد يدويا زي ما اتفقنا على كل الأجهزة عشان تقدر تختار الخصوصية اعداداتها وتضبط ايكلاود وكل شيء. متابعة. تمام. اخترنا شبكة النت، والآن قد يستغرق تنشيط الايفون عدة دقائق، نستنى يفتح معانا. تمام. الخصوصية، البيانات الخصوصية، نحط معرفة المزيد، طبعا نحط متابعة، فيس اي دي اللي هو البصمة الوجه نحددها. تمام. وتم اعداد الفيس اي دي. تسوي رمز للدخول. تمام.
تطبيقات البيانات. هنا اهم شيء اللي عنده جوال ايفون من قبل، تبغى استعادة نسخة من اي كلاود احتياطية، استعادة من الكمبيوتر او ماك طبعا بالايتونز، سوينا فيديو لهالطريقة. نقل مباشرة من الايفون، من ايفون مباشرة بالواي فاي يحتاج نت سريع. نقل بيانات من اندرويد، طبعا اتوقع بس ينقل جهات الاتصال ما ينقل البيانات، يعني غير عملي جدا، ما ينقل الواتساب. او لا تنقل التطبيقات والبيانات، نبغى الجوال جديد جدا، نحط لا تنقل البيانات. نحط الان الابل اي دي ونرجع لكم. تمام، ودخلنا الابل اي دي، والان الشروط والاحكام موافقة على طول، وقد يستغرق تنشيط الابل اي دي عدة دقائق. تمام، اجعل هذا الايفون جهازك الجديد. طبعا هذا اول جهاز، نخصص الاعدادات، التحديث باستمرار نعم، خدمات المواقع اللي هو اللوكيشن، ايقاف، انا احدد ايش الموقع اللي يحدد ياخذ مني الموقع، تطبيقات مثل جوجل مابس، ابل باي اعداد لاحقا، سلسلة مفاتيح اي كلاود، عدم استخدام سلسلة مفاتيح الاي كلاود، سيري برضو بعدين، مدة استخدام الجهاز صراحة انا تفيدني، بحط متابعة يعطيني تقرير اسبوعي عن استهلاكي للجهاز. والتحليلات للايفون اللي هي البيانات، ساعد ابل في تحسين منتجاتها وخدماتها من خلال السماح بتحليلات بيانات الاستخدام من الايفون، ويمكنك اختيار لاحقا في الاعدادات. انا ما احب اشارك بياناتي، عدم المشاركة. المظهر فاتح ولداكن، تكلمنا عن الموضوع هذا في الايباد ميني المقطع السابق. المظهر الذاكن يوفر بطارية واريح على العين، نحط المظهر الذاكن. طبعا تكبير الشاشة اللي هو يعني تكبير الارقام والحروف طبعا غير مهم، نحطه عادي يعني مش كبير. مرحبا بك في ايفون، يا عيني جوال جديد ما شاء الله تبارك الله. بغانا نشحنه قبل يخلص، ان شاء الله يكون فيه البركة بإذن الله. وشرينا للجهاز كفر من شركة يونيك ب90 ريال من جرير، طبعا خامته سيليكون وعلى نفس لون الجهاز، سيليكون طبعا نفس حق الشركة اللي بيعطوك اياه ب300 ريال، هو نفسه تقريبا سيليكون، وخامته جدا مريحة وسلسة على لون الجوال تقريبا. يعني ممكن يختلف الكاميرا من هنا كحلي، طبعا يختلف حتى حسب الإضاءة، ممكن يكون أسود ممكن يكون كحلي حسب الإضاءة حقت المكان يعني انت فيه، يا عيني. وبكذا يكون وصلنا مقطعنا لليوم. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واذا عندكم اي تعليقات او اي استفسارات حابين تسالونا اكتبوا لنا في الكومنتات وراح ارد عليكم باسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.